اشهر تيمه تقريبا اشتغل عليها ناس كتير جدا في تاريخ السينما، واكلوا عليها عيش كتير جدا في تاريخ السينما، وبتنجح مع الناس في كل مره. تيمه ان البطل يبقى في واحد شبهه بالظبط لكنه مجرم او حاجه تانية خالص. هشوفنا الكلام ده في كذا عمل. يعني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. اول تشابه لقيناه خالص كان قديم، اللي هو سي عمر، نجيب الريحاني، وبيطلع واحد شبهه من دولة تانية برضه، يطلع حد ليه حيثية كبيرة وكده. وده حصل كتير بقى طول ما انت في مستر اكس، برضه الشخص اللي هو غلبان جدا اللي بيطلع يعني ليه شبيه اسمه مستر اكس وراجل خطر جدا، فبيروحوا عاملين ايه، مبدلين ده في كل الافلام بيعملوا نفس الفكرة. عندك مسرحيه انت انا فين وانت فين لفؤاد المهندس طبعا، وكان ليها قصه كبيره جدا، وازاي دوروا على حد شبيه لفؤاد المهندس هنتكلم عنها في حلقه تانية يعني. فكانت دي فكره برضو منتشره جدا، فيجي حد شبه البطل ويروح عامل شبهه. اعدام ميت، وهي القصه دي مش عارف هل هي مخابراتيه فعلا حقيقيه حصلت ولا لا، انا بتهيألي انها لا، لان مفيش حد هيبقى شبه حد تاني بالظبط لدرجه ان حتى يعني ايه ما بقاش في اختلاف غير قطعه الصبع، ده حتى التوائم بتعرف تفرق ما بينهم. فمش عارف انا فيلم اعدام ميت ده ايه قصته. بالتاكيد ما هياش قصه حقيقيه، في قصه شبهها اتكلم عنها بعد كده، لكن فكره ان هم ودوا ظابط مكان واحد لا صعبه قوي دي. طبعا فيلم كتكوت لمحمد سعد، فكره ان كتكوت ابو الليل يطلع شبه واحد تاني اسمه يوسف خوري، وطبعا كان فيلم مش حلو، من اسوأ افلام محمد سعد. من الافلام يعني اللي خلاص كانت بتخليه يبدا في سكه الهبوط. عندك فيلم لا تراجع ولا استسلام طبعا، وده عمله احمد مكي، وده كان فيه طبعا برضه حزلقوم اللي شبه واحده، فيلم نجح شويه مع ناس شبه واحد اسمه ادهم مجرم خطير وكده. لكن لو رجعنا شويه برضه هنلاقي ان محمد سعد عملها في اللي بالي بالك برضه، ان برضه الليمبي شبه واحد تاني. يعني محمد سعد نفسه عملها مرتين، مره في كتكوت ومره في الليمبي. عندنا مثلا لا تراجع ولا استسلام نجح شويه وكان دمه خفيف عشان شخصيه حزلقوم كانت جديده شويه، لكن ما تفرقش عن كتكوت برضه ولا الليمبي. عندنا بقى العلمة باشا، ودي مسرحيه لسهير البابلي، وبرضه كانت طالعه فيها ست بسيطه جدا راقصه وشبه عالمه المفروض انها تيجي تصلح بلد معينه. طبعا جايبين بلد كده باسم وهمي عشان ما يبقاش فيه يعني ايه اي اسقاط يعني، او ان حد يحس ان هي بتتكلم عن مصر. التيمة دي مشكلتها في حاجة، ان هي اصلا صعب يبقى في تطابق بين الناس بالمنظر ده، صعب ان في واحد يبقى شبه واحد تيبيكال قوي كده. يعني حتى يوم ما في الامريكان عملوا حاجة اسمها فيس اوف، خلوا واحد بيشيل وش حد ويركب، وصعب طبعا الفكرة انك تصدقها وش ايه اللي هيتشال وكده، لكن يعني كانت ارحم شوية من فكرة انك تجيب حد شبه حد حرفيا. يمكن احنا بنشوف الشبيهين دلوقتي بيطلعوا كتير جدا في كل الجرايد، وبتلاقي شبيه الفنان تامر حسني وشبيه رشدي اباظة وشبيه، ما بيبقاش الشبه الجامد قوي ده. مع انتشار السوشيال ميديا صعب جدا. يمكن انا صدقك لو قلت لي جينيفر لورنس مثلا وزبيده ثروت شبه بعض جدا، تشابه خطير جدا بينهم وبين بعض، بس اكيد في فرق طول. يعني زبيده ثروت قصيره، جينيفر لورنس اعلى منها شويه اطول منها شويه كده، وهتلاقي فروق بسيطه. رئيسة كرواتيا شبه يسرا اللوزي جدا بالمناسبة، في فنانات كتير جدا شبه بعض. محمود الجندي شبه مارادونا الله يرحمهم هما الاثنين يعني، بس كانوا شبه بعض جدا. ابراهيم سعفان شبه شاب خالد، هو شاب خالد طبعا هو اللي شبه ابراهيم سعفان، شبه ابراهيم سعفان الاول يعني مولود الاول. وفي ناس كتير شبه بعض، يعني مارك زكربرج شبه اللي هو عامل فيسبوك شبه واحد تاني، وحتى جاك بلاك الممثل الكوميدي شبه صورة برضو من الصور القديمة. في تشابهات كتير في العالم، يعني ناس كتير شبه بعض تيبيكال، بس كانوا في أزمنة مختلفة، ما كانش في نفس التوقيت لو تلاحظ، ولو في نفس التوقيت أكيد هتلاقي اختلاف يعني. بس فدي أشهر تيمة، ولو إنها أكتر تيمة مش مقنعة من وجهة نظري. ولنا برضو الأفلام اللي احنا نسيناها عن الشبيه اللي موجود في الأفلام. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وهتلاقي في الوصف بتاع الفيديو حلقات كتيرة جدا عن كليشيهات والأخطاء اللي موجودة في الأفلام.